اليوم راح نروح سوية أنا وياكم على خبيرة أظافر يابانية. هاي الخبيرة حتى تسوي أظافر مال كيبوب آيدولز. تخيلوا كيبوب آيدولز يسوون أظافرهم عندها، وما قدرت أحجز عندها، صار لي شهرين أدور لي حجز ما ألقى، بس دزت لها رسالة على الانستغرام وقلت لها ممكن أسوي حجز عندش لأنه عاجبني كلش أسوي أظافري، وقبلت. بس شنو لازم أدفع عليها أكثر لأنه هذا اليوم هي معزلة بي، بس راح تفتحها على مودي فراح أدفع فوق السعر. إيش قد السعر ما أدري، وش راح تسوي إنها ما أدري، راح أخليها هي تختار إيش راح تسوي، وخل نشوف هيطلع حلو لا لا، وهل التجربة تستحق لا لا، وهل السعر الله يستر من السعر، ما أدري هل السعر كلش غالي لو عادي. مو بس هاي، راح نروح البقالة أو سوق ناكل بيه أكل ياباني، يعني سوشي على من هاي الأشياء، وخل نشوف راح يطلع طيب لا لا. مستعدين هاي التجربة؟ خل نروح سوية، يلا خل نروح. جايز كلش متحمسة اليوم لأنه هذا أحلى يوم راح يكون بحياتي، راح نقضي تجربة يابانية سوية. طولت يلا قدرت ألقى لي حجز، أو قوة يلا قدرت أحجز عندهم. ومثل ما قلت لكم نسوي الأظافر مال كيبوب آيدول، يعني كلش مشهورة وكلش متحمسة حتى نسوي أظافرنا. شوفي أظافري أنا من جد قبل كنت أسوي أظافري بس ما مسويتها صار لي فترة، فخلينا نسويها سوية وخلينا نشوف هل يستحق الضجة عليها، أو الأظافر اليابانية هل تستحق الضجة، أو هل تختلف من الأظافر العادية نسويها بالمحلات العادية ما أدري، وهل السعر راح يكون غالي ولا لا، لأنه مثل ما قلت لكم هي تسوي أظافر مال كيبوب آيدول، يعني ممكن تكون أغلى من الأسعار العادية. فخلونا نروح نشوف. أنا أصلا راح أصدم بالسعر بالأخير، وخلونا نشوف يعني التجربة، لأن عجبتني أعيش هاي التجربة. مو بس هاي راح نروح وناكل أكل ياباني، يعني أنا كش عاجبني أكل سوشي، بس هالمرة راح تكون هاي الأونيجيري المثلثة، عرفتوا؟ بعد شوية راح أوصل وأنا جاي من وقت، فخلونا نشوف، متحمسة كلش. يلا خل نروح. جايز هسه صعدنا، شوفوا المصعد وراح نوصل، بس مثل ما قلت لكم جاي من وقت قبل 10 دقائق. نشوف يلا خل نروح. اوكي جايز ما ادري وين، بس قالت لي انه انتظر هنا، فقاعد انتظر حتى هي تجي تاخذني، لانه هنا كوما يعني من صعدت كانه فندق وبي طوابخ، وبالطابخ بكوما غرف، فما اعرف اصلا وين المكان، فكتبت لها في رح تجي تاخذنا. هسه اجتني وقالت لي انتظرها كم دقيقة حتى تعدي المكان، لأنه استنى وصلت وأنا أصلا جاي من وقت فعادي، فخلونا نشوف إيش قد حتطول. وأصلا صدق ما أدري أنا إيش قد حتطول بأظافري، مكتوب يعني بحوالي ساعة، بس ما أدري جزء أكثر جزء أقل. خلينا نشوف. جايز شو رأيكم بالقصة مال شعري الطويل؟ كان أحلى علي ولا القصير؟ إذا ما شفت الفيديو وين رحت للصالون الكوري شوفوه هنا راح يعجبكم. خلونا نروح هسه 2:30 بالضبط، أخذت معي موعد. خلينا نشوف. Wow, your one's so cute. I just like pink, so I just Yeah, it's so cute. Wow. I like these ones. the toys. Yeah, so cute. بعد المكان شلون حلو. Okay, هسه رح نبدي. I'm shaking, I don't know why. Nervous. This is the first time I'm doing something like this with the stone and stuff. I usually like only do one color, but like during my uni, but then I stopped, and now like this will be something new, like for the first time. I want to ask about the shape though. What kind of shape? What do you recommend? I don't know. It's up to you. I'm leaving everything to you today. Are you sure? Yeah. بس طبعا كانت ايدي ترجف ما ادري ليش، فقلت لها ما اعرف ليش ايدي ترجف، لان تقول لي شنو خايفه ولا لا، يعني ها اول مره تجين. المهم فقلت لها اول مره اسوي اظافري هيك بيها يعني شذر واشياء، دائما اسوي بستون واحد. وهم انا سالتني ايش اريد شكل الاظفر، قلت لها كيفش عادي انت اختاري، بس تعال خرابيكم شوفوا حاطت لنا نتفلكس حتى نباوع، واحنا هي قاعد نسوي الاظافر مالتنا، لانه قالت لي حتطول تقريبا ساعتين يلا نخلص. Is your favorite color pink? Green. Green? Everything's green? قاعد تسألني إذا لوني المفضل وردي، قلت لا أخضر، فقامت تضحك تقول شنو كله أخضر. أتصور قاعد تسألني حتى تختار اللون مال الأظافر، وعلى هذا الأساس راح تسوي لي الأظافر، فأنا قلت لون أخضر لأن كلش أحب الأخضر. بس كلش حلو، شوف شلون تتواصل وياي حتى تعرف شنو اللون المفضل من هذا، على أساسه راح تختار الديزاين اللي راح تسوي، كلش عجبني. Your studio is cute. My what, sorry? The studio is cute. Thank you. It kind of looks like my room. Oh, is it? I just like pink, so... دا أقولها مكانش كلش حلو لأنه كله لونه وردي، تقولي نفس الغرفة مالتي بالضبط، مسوية مكان شغلها نفس غرفتها لأنه هي كلش تحب الوردي. بالمناسبة كلش حابة كل شوية تسألني إذا تأذيت لو لا من هي قاعدة تسوي الأظفر،
وهسه صار وقت انه نوخر الجلد الميت من الاظفر. اكو شيء انا على مودة ما احب كلش اروح اللي يسوون الاظافر واحب اسوي اظافري بالبيت، انه يستخدمون الادوات مو كل واحد الا اداته، يعني مو بالتشيس ولا معقمه. وتعجبت بصراحه لانه هي هذا مكان كل الشغل غالي، يعني انا بدي ادفع فلوس غاليه، فتعجبت انه استخدمت لي هسه هذا اللي قاعد تقص بيه الجلد الميت مو بتشيس وش يسمونه، يعني اكو بالشيس يقصون تشيس قدامكم ويستخدمونه شلون عباك انتوا رايحين طيب اسنان هاي يكون معقم. فتعجبت لانه كل اشوفه بالتيك توك والسوشيال ميديا اذا تروح مكان غالي يستخدموا لك ادوات معقمه، فهي استخدمت لي ادوات مستخدمتها على غيري مسوين اظافرهم قبل، فهذا شويه مو كلش حبيت. على هاي اضوج اروح اللي يسوون اظافر يعني صالونات اظافر لانه ممكن تنقل امراض، بس هذا الشيء شويه ما عجبني لانه انا قاعده ادفع يعني فلوس هوايه، فشلون يعني تكون لازم الخدمه لكجري او بريميوم. فتعجبت شويه وكنت خايفة تجرحني فينتقل إلي مرض، الحمد لله ما انجرحت فصارت سليمة. بس حبابي إذا تدورون على صالونات أظافر حاولوا تروحون صالونات أظافر اللي تكون أدواتهم معقمة. باعها سنة غالية بس كانت مو معقمة أدواتها فهم أتخوف. هسه هنا قالت لي قامت تبرد الأظافر حتى تحط لي الأظفر لأنه أظافر قصيرة فأنا أريدهن طويلة، فراح تحط لي شلون إكستنشن أو وصلة مال الأظفر، فخلينا نشوف شلون حتسويها قاعد تبردها حتى تقدر تلزق هذا النيش عليهن. خلونا نشوف يا شكل راح تختار لي. اتصور اللوزه شكل اللوزه احلى الالمند شيب. خلينا نشوف ايش راح تختار. وش قاعد تقيسن هسه قاعد تشوفون قاعد تقيسن على ديه حتى تشوف كبرهن وهاي. بصراحه انا قلت لها ما اريدهن كلش طويله لان حتى بشغلي ما اقدر اشتغل، فهي سوت لي الطول مناسب كلش. وطبعا كل ساعه تسالني ما تسالني انه شريت تصميم لان انا قلت لها كل شيء عوف عليش، تسالني مثلا الطول زين شكله زين عاجبك الشكل، فكلش حلو يعني شلون تتواصل وياكم حلو يعني. فاختارت لي الشكل اللوزة والطول مالته كان كل زين. وهسه قاعد تحاول ترهم الأظفر على أظافر فقاعد تبرده حتى يدخل زين على الأظفر مالتي، يعني كلش معتنية بالتفاصيل وكلش عجبني يعني دقة التفاصيل كلش حلوة، يعني تاخذ وقتها بالشغل مو شلون ما كان. هسه صار وقت نلزقهن ياي بعد ما طولت كلش هواية على حتى اسويهن ضبط على اصبعي. هنا أنا قالت لي انه راح تستخدم اليوفي لايت، فقلت لي راح يصير حار، فقولي لي اذا صار حار مثل ما قلت لكم كل ساعة تسالني اذا زين اذا تاذيت اذا لا. فهسه حراويكم شلون تحط الاظفر هنا مثل ما قاعد تشوفون، وورا ما تحط تحاول انه ما تعوف فراغات، فكلش عجبني على دقيق بالتفاصيل. وتحط اليوفي لايت حتى يلزق. بصراحة كان شوية حار بس مو الحرارة انه كلش تأذي وما تحملوها، يعني خلينا نقول من 1 ل10 كانت الحرارة 5 مرات توصل الحرارة لحد 7/10، بس يعني تحملتها عادي يعني ما قلتها ولا مرة فكانت يعني زينة لانه حتى تتأكد انه هاي الاظافر انه تلزق وما توقع يعني ويا تطول اكثر، عرفتوا تطول اكثر. وانا تعجبت بالشغله واحده. انتم شو رايكم؟ كتبوا لي بالتعليقات اللي يعرف بالاظافر مختص بالاظافر. صحيح انه واحد يحط الاظفر كامل وتحط بس طرف الاظفر، لان اختي انا من استوي اظافر يحطوا لها بس الطرف تطويله، بس انا كانه لزقت لي اظفر كامل على اظفري، فيا هو احسن وتنصحون بيه. اول مره احط اظفر كامل على اظفري. اكو شغله واحده تعجبت منها وحسيت انه الشغل مو نظيف، اللي هو هسه قاعد تشوفون انه هي قاعد تلزق الاظفر على ظفري صحيح لانه قاعد حتى تسوي طواله، بس ما قصت اظفري كان شويه بيطول يعني من اقلب الاظافر راح اشوف اظفري من جوا، فمو نظيف كانه ما يعطيك انه هذا اظفري الطويل هو اظفري من اقلبه مبين الاظفر مالتي الحقيقي اللي جوا شويه بيطول وبعدين هذا الاظفر فوقه، فبين انه انا حاطه صناعي مو كانه هذا اظفري هو الطويل. فهذا الشيء ما عجبني، كان انه المفروض تقصه حتى ما يبين انه هذا اني مو اظافيري، هذا الشيء ما عجبني. ياي صارت اظافري طويله. شوف ايش طولات صار، انا متعودة على هالطول بس مو كش طوال زين صار هو انا طول اظافر هيك طول بس حلو وسكوت قاعد تعتني يعني. خلينا نشوف شو حساب بعد. وأرجوكم إذا بنفسكم شيء سووه لأنه ما تعرفوا ممكن يعجبكم ممكن لا. دائما أقول لكم جربوا أشياء جديدة لأنه ممكن بالآخر تطلع أشياء زينة يعني تعجبكم، فحاولوا تجربون أشياء جديدة وتجربيها بحياتكم. قصة شعر، أظافر، صبغ، أشياء حتى تشوفون إذا تعجبكم ولا لا، لأنه واحد يعيش بهالحياة بس مرة واحدة، فحاولوا تجربوا أشياء جديدة. طبعا راسي كله طاير بس.
هسه قاعد تبرتهن مرة ثانية حتى اللون والديزاين يلزق عليهن. وشوف شلون اللي صار شكلهن كلش حلو، او قاعد تقص وتعدلهن وتبرتهن وحتى تسوي الشكل حلو. شوفوا بالنهاية كلش متحمسة للتصميم والديزاين مال الأظافر مال اليوم. بس بعد التاتوز اللي عندها كلش شكلها عجبني، خاصة هنا اكو دبدوب على هذه ايديها الثانية اللي لابسة بيها كف أبيض. كلش حلو الألوان بالكاميرا ما مبين، بس ألوانه كلش حلوة. حتى قلت لها إنه التاتو كلش مالتش سو كيوت. هسه صار وقت نسوي الألوان، بس مبدئيا حلو وطولهن زين. أنا أحب هاي العدة، هاي الألوان هنا راح ترسم، وهنا الأحجار بعد شلون كيوت. هذا من الحجر أو الخرز راح تحطهن. شوف شلون حلوة. كاس كل متحمسة. شوفوا شو حلو. طلعت الألوان مالتها راح ترسم بديها والأحجار هذا نفس الألوان، بس بعد هي قاعدة تشوف صور راح تحط بعد. قلت لها أنا أسوي كل شيء تريده هي تسوي، ما أختار أنا أي شيء. فخلينا نشوف شو حتى تسمع بالأخير. بس أنا من شفت موقعها يعني مال انستغرام والتيك توك كان كلش حلو، فأنا واثقة بيها. ياي وبدينا بالتصميم. طبعا هي اختارت الصورة بس ما خلتني اشوف، حتى اخرجتكم مفاجأة اشوف منها بتليفونها، بس حتى ما واضح عندي بالكاميرا. بس شنو حطت يعني صورة تتبعها، بس ما راح تسوي نفس بالصورة شافتها. قالت لي راح تخلط عندي الوان مختلفة، تدرجات الأخضر يعني أخضر طوخ، أخضر فاتح، والحليبي، وراح تسوي الديزاين اللي قاعد نفكره بيه. طبعا أنا سألتها قلت لها أحسن ليش واحد يقول لك أنت سوي بكيفش ديزاين، لو أحسن إنه واحد يجي رأسا مختار الصورة ويريد إيش يسويها. قالت بصراحة يقول لي إنه أنت سوي الديزاين على مزاجك كلش أحتار وياخذ من عندي وقت، لأنه أرد بس أفكر مرات إنه ما تجي الفكرة براسي بتكون صعبة علي أسوي الديزاين بدون ما أشوف صورة. بس قالت اليوم حبيت أتحدى نفسي وحبيت اسويش هذا الديزاين، لانه انت راح تسوين فيديو فتري تراويكم مالتها الموهبه مال اظافر. طبعا قالت انه من هي صغيره تحب ترسم، وترى هاي تعتبر همنا موهبه مثل موهبه الرسم. طبعا بعد دبدوب الشحن مالتها دبدوبها كلش حلو، غرفتها كلش حلوه، ما كانه غرفه مال شغل، كانه قاعدين بغرفتها مال بيت يعني كلش حلوه. المهم قالت لي من هي صغيره كلش تحب الرسم، بس اهلها ما كانوا لانه اسيويين او ايجن مثل اهلنا العرب، ما كانوا يقبلون انه بس ترسم، وهاي كانوا ضد انه هي تشتغل تسوي اظافر. فجبروها انه تروح جامعه، بس تقول ما بقت بالجامعه بس اسبوع واحد وطلعت. فتقول انا هسه هاي شغلها مال اظافر فول تايم، يعني الشغل معتمده عليه وعارفه الدراسه ما قاعده تدرس. تقول قوه يلا اهلها قبلوا، وقالت من قام يجيها فلوس على هذا الشغل وقاموا يجوها مشاهير تسوي اظافرهم، اهلها يلا هسه شويه اعترفوا بالشغل مالتها وانه قاعده تشتغل بشيء يجيب لها فلوس. طبعا قالت لي صار لها 3 سنين قاعده تشتغل هاي الشغله، وبصراحه البنيه موهوبه يعني هسه قاعد تباعون وباعوا. شوف شغلها معتنة، طبعا كلش قاعد تاخذ راحتها. انا هنا مسرعت لكم الفيديوهات لانه كلش طولت، اريدكم تشوفون اكثر ما تقدرون من الاشياء قاعد تسويها. طبعا انا سالتها شنو ترندينج او شنو موديل هاي السنه، قالت هاي القلوب تسوي بالمغناطيس. فقلت لها واو مغناطيس فكرته حلوه، بس انا ما اريد قلب. فقالت هسه راح اسوي، شوفوا قاعد اسوي بالمغناطيس بس مو على شكل قلب، بس سوت لي هذا الموديل بالمغناطيس. قالت هسه المغناطيس كلش دارج. وانا قلت لها بما انه انا هسه قاعده اسوي اظافيري لاول مره هيك، اريد تحطي لي شذر يعني خرز كلش كبيره، واريدها تقوم تطلع صوت يعني شلون تخرخش. فقالت واو انت من هذول الناس يحبون الخرخشه. فقالت لي هسه اسوي لك احلى ديزاين راح تنصدمين بالنهايه من الموديل ايش قد حلو. طبعا هنا خلطتكم اشياء. شوفوا هنا هذا ظل العين لونه لماعي على ذهبي، وقاعد احطه فوق صبغ الاظافر السبته، وكلش حلو يعني شلون اللماعي مالته بعشان كلش حلو مات. النوعيه مالته مو شايني يعني مو يلمع. ونسيت اقول لكم قبل ما نبدي، قالت تريدين ايديش اثنيناتهن مشابهات؟ قلت لها لا، اريد كل اصبع بموديل يختلف. فهي شوفي من اصبع تنتقل من ايد لايد، فما سوت لي اياها نفس يعني الايدين ما تشابه الديزاين. بس كل ساعه اسوي اصبع، يا اصبع هو اللي يجي ببالها ويا فكره هي تجي ببالها قاعد احطها. شوف هنا انا قاعد احط لكم الشذر، بس الثيم او اللون او الموديل مال اظافيري اختارنا اللونين اللي هو الاخضر والذهبي. طبعا سالتني هي قالت لي تريدين اللون الفضي ولا الذهبي؟ فانا قلت لها انا اسمي رانيا ذهب، طبعا اللون الذهبي فخلينا نختار الذهبي. فاختارت الذهبي ويا الاخضر، مع علم هي قالت مو كل الناس تحب الذهبي، كلش قليل الناس يجوها يسالوها على اللون ذهبي، وانا وحده من عندهم. يعني شوفوا انا منفرده بكل شيء. المهم كافي راح اسكت واخليكم تستمتعون بالموديل مال الاظافر.静かな
夜風が揺れる月が照らす君の横顔街の明かりが遠くに散んで二人だけの世界が始まるリズムに乗せて踊るサンバゆっくりと心が溶けるよ秋の夜は長くて甘くて手をつないでいたいこのままで秋の夜長に響くサンバの調べ君と僕リズムに揺れて心も体も包まれてゆく秋の夜長のラブソングشوفوا شو حلو يخرخش 全力寄り添う影が重なる瞬間 تغير اللون الوردي وبعدين ببرودة صار أبيض. Yeah, so cute. There's a blue version as well. Like different colors. شوفوا هالوردة شلون يتغير لونها وقالت لي اكو لون ازرق مو بس وردي كلش حلو عجبني كلش يعني من باردة لونها شفافي ومن حارس لونها وردي طاق كلش حلوة وبدأ الديزاين يكتمل وبدت ايدي تقعد وشوفوا لي التصميم بشرفكم مو فنانة شو رأيكم اكتبوا لي بالتعليقات وطبعا فرحتي ما توصفها اول مرة اسوي هيجي اظافر واول مرة كلش تعجبني بس بصراحة بنفس الوقت كلش خايفة تطلع كلش غالية وانصدم من السعر لانه ما ادري يعني من حكي هاي قالت لي انه سوي المشاهير كلش والفنانين فما ادري بس لا انضرب بولي بالسعر وهسه انا قاعده افكر بيني وبين نفسي شايفين من تاخذون قرار وبعدين تتندمون عليه دا اقول هسه اني سويت بروحي اذا هسه اني خلصت وقالت لي $1000 $2000 منين راح اعطيها هاي سواي اسويها شوفوا على مودكم ايش قاعده اسوي وقررنا نخلص وقاعد احط بس اللمسات الاخيره شنو رايكم بالديزاين واو شو حلو يس واخيرا اكتملت بس قاعد تبردهم بس تحدد الشيب او الشكل مالتهم وباعوا واو شوفوا شو حلوات جايز شوفوا هذا الاكل اصلا اختار هاي اوه خل نشوف شنو هاي ما ادري خل نشوف تعال قاعد ادور انا عن هاي المثلثة مال مثل السوشي الانوغيري بس ما دايقة خل نشوف دايقة هنا مو كلش كبير هذا المحل بس واو هذا أنا كريت كاري مالت كاري شفنا العصير شنو عندهم أشياء هذا الشيبس كش طيب عصافيري جايز بس هذا الشيبس كش طيب لايقته خلونا ندور على هالمثلثات احنا نعرفهم هذني شكله حلو هذا ما اعرف شنو هذا شوفها مثل الكيكة هذني أصلا مسويهم $2 هذني شو حلوات معي هلو كيتي بيكاتشو أنا نمن شو شان كيوت
اوكي جايز، ما لقينا بالسوبر ماركت هاي مو المربع المثلث الاونيجيري، بس هسه لقينا محل بصفة ضبط مختص بس بهذا، فراح نجيب هسه ونذوق. انا اختاريت الشريمب واختي اختارت المايو، تونة مايو. فخلنا نذوق هنا اول مرة اذوق هنا وما ادري طيبة ولا لا، فخلنا نجربهن اول مرة. واشتريت هاي سراويكم، شوفوا هاي اشتريتها، خلنا ناكلها من نذوقها، ما ادري طيبة ولا لا. بس عفكم من هاي، شو رايكم من اظافيري؟ شوفوا احلى شي، فيها صوت. هيك هسه اجت الطلبية، شوفوا هو حارة، خلينا نشوف شكلها. واو ما اعرف شنو بطنهن، بس شلون نعرف هاي ماي؟ هاي تونة مكتوب عليها، خضر عمالتي. وهاي الثانية شوي شكلها، خل اغسل ايدي او ما اغسل ايدي، خل اعقم ايدي قبل ما ناكل. بس بقى اظافيري كلش حلو، عجبتني. شو رايكم؟ راح اطلع لكم اظافر اللي دفعت عليها هوايه. صدق نسيت اقول لكم ايش قد دفعت 215. هل تسوى 215 لو لا؟ اهم شيء هذا، اهم شيء هذا. خل اعقم ايدي. اختي راح تاكل مالتها، بس خل اعقم ايدي. الكيس شو حلو، حاطين هنا ما يهمنا تشوب ستيكس. شلون حصرت هاي ما ادري، بس هذا هنا الورده تغير لونها بالحراره، يصير لونها وردي، بس اذا برد يصير لونها ابيض. وخلينا ناكل، احكي لكم ايش قد كلفت، ايش قد طولت. واو واو شكلها وحاره خنطوط. عجبتونا؟ طعم عادي المكان. طعم عادي المكان، يعني سوشي نفس طعم بس حارة تازة. اوبس وقعان. خل اقول لكم بقينا يمها بالضبط ساعتين بالضبط، دخلنا 2:30 طلعنا 4:30. وشفتوها شلون اشتغلت؟ لحظة قاعد خل اكل بعثه كله من ايدي. لحظة شنو ياكلوها؟ خل اخلص. ساعتين كانت تشتغل، كلش حبابة. كلها كلف 215. شو رأيكم تصلحوا؟ وقعت على هدومي. سيرتنا داردن على نتفلكس ولا وشعت اغاني. لو شفتوا ما تأستاذ الشاحة لكل بيت. باع أفضل صوص باع حلو نجربه. جالس خلينا نجرب هاي. ريحتها غريبة. اخذ شوب ستيكس اقصها. قوية ما راح تنقصها، عطها احسن. فاش تجي وام المحل قالت لي انه هاي الورقة تنوكل. نضيقها نشوف. ده فاصوليا حمراء ما بيشن، سعرها $1.50. هذا يمكن ورق عنب حامض.
فاصوليا حمراء. طيب عجبتني. المهم خليني لكم التجربة مالتي. كلش عجبتني الأظافر مالتي. شو تقولين أنتي عجبتك؟ ايش عجبتني؟ عجبتك؟ وسعرها شو تقولين مناسب لو لا؟ مناسب هي تعبت عليه كل شيء وايد. ايش قد طولنا؟ مو ساعتين؟ اي ساعتين. يعني حلو برأيك تستحق 215 دولار؟ هي تستحق. مثل ما قلت لكم انا ما لقيت عندها حجز فحجزت بيوم هي ما تفتح فصار علي اكثر. و شو بعدها لانه طولة اظافر اخذت من عندي اكثر سعر وهذني صارت غاليات. بس هاي كانت اظافري. اكتبوا لي بالتعليقات اذا عجبكم، واذا تعجبكم شي فيديوهات هم كتبوا لي اسوي لكم بعد فيديوهات اكثر. شو رايكم بشعري؟ طبعا هيك ساعدت لكم على شعري لانه مو كلش عاجبني بس اظافري تخبل. طبعا انا ولا مره مسوي هذا الطول فلازم اتعود على هذا الطول. وبس وين وصلنا لنهايه الفيديو. اذا بعدكم مشتركين بالقناه ايش قاعد تنتظرون؟ يلا اشتركوا بالقناه وفعلوا جرس الانذار حتى توصلكم كل الفيديوهات الجديده. وانا اشوفكم بفيديو جديد على قناتي وهسه اشوفكم. باي باي يا حلوين. شوفوا اظافري.